وحصل على سنة البداية. ثم تم تسجيل سنة الماجستير بموضوع دور المواقع الكبيرة في المناهج التأسيس الهوية لدي الشباب اليهودي في 31 مارس 24 بإشراف الأستاذ الدكتور عبد علي رئيس قسم الدراسات الأدبية في العالم. طبعا حضرتك كان مذكرة حضرتك أعمل كيف وصلت إليها تقريبا 10 دقائق. فنزلت لو قضيت العالم هذا بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورث الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. منذ أن عرف الإنسان معنى أن ينجو من عتمة ما وهو يبحث عن كلمة تليق بالذين أشعل له بالطريق مديلا أو رسم له خارطة الدرب. فمنذ أن خرج آدم من فردوس وبدأت الحكاية البشرية ظل الامتنان واحدا من أقدم طقوس البشر. ولعل أقدم ما ورثه الإنسان على الأنبياء أن يعرف بنعمة سبقها. هنا فقط أدركت أن للبحث العلمي أستاذا ينقذ الفكرة وصديقا يخفف وحشة الطريق وأسرة تدفع عن الباحث غائلة الأيام ودعاء يمشي أمامه كلما أظلمت عليه الجهاد. وبكل المعاني الجميلة أتقدم بالشكر الجزيل إلى أرض الإدانة أولى حكمة الإنسان وميلاد العلم وأول حضارة. كما أتقدم بشكري وخالص تقديري إلى من أمسكت بيد هذه الدراسة وأشعلت في ممراتها مصابيح التوجيه، إلى أستاذتي سعادة الأستاذة الدكتورة ريم أحمد عادل، أستاذة العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة ورئيسة مجلس قسم بحوث ودراسات الإعلام بالمعهد، المشرفة على رسالتي والتي كان لتوجيهاتها القيمة وآرائها وعطائها المتواصل والأثر الفعال على إنجاز هذا الأمر. كما يشرفني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور سامي طائع، أستاذ العلاقات العامة والإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، لتفضله بقبول مناقشة هذه الرسالة والحكم عليها وإجرائها بالنقد البناء والآراء السديدة، وهو من حصلت على العلم على يديه خلال دراستي لمرحلة البكالوريوس في جامعة القاهرة وكذلك في دبلوم الإعلام ثم الماجستير في معهد البحوث. وأشكر الأستاذ الدكتور ياسر عبد العزيز الصحفي والإعلامي عضو مجلس الشيوخ على تفضله بالمشاركة في لجنة المناقشة والحكم على هذه الرسالة مع أعبائه الكثيرة بما سيسهم بلا شك في إثرائها بملحوظاته القيمة. ومن ثم إلى والداي، إلى الدعاء الذي سبقني إلى الطريق وإلى اليدين اللتين ظلتا تزرعان في ظهيرة أيامي أشجار الصبر وبشور التوفيق، وإلى زوجتي وأبنائي وإخوتي أولئك الذين احتملوا غيابي الطويل خلف جدران البحث وتركوا للباحث في داخلي متسعا كي يطارد أسئلته حتى أنجيت. وإلى كافة الأهل والأصدقاء والحضور الكريم الذين كانوا طيب الأيام ودواؤها، حوض العشرة لا يغادرون ولا يغفرون. لكم مني جميعا أضع هذا الشكر على مائدة الامتنان، ثم أقول الحمد لله الذي أبلغني الرفاق، والحمد لله الذي أبلغني آخر الصبر وحفظ في الطريق وجوه الذين كانوا معي.